الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي. تعالوا نعملها بطريقة عبقرية بدون فحم ولا دخان، ريحتها هتجيب اخر الشارع. لسه بشوف ناس بتشتريها من بره، اعمليها في البيت وتحدي الجاهزة بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي. عايزة اقولك كل اللي هياكلها من ايدك هيسألك على طريقتها من جمالها وريحتها، تشرفك في العزومات وفي الافراح. حاجة كده بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، شغل فاخر من الاخر. عايزه اقول لكم الفراخ كانت جوسي وطريه ودايبه دوب زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين التتبيله واخده منها ازاي؟ تحفه وفي منتهى الجمال. يلا نبدا بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقه قد ايه سهله وبسيطه. عندي هنا فرخه حوالي 2 كيلو ونص زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. غسلتها كويس جدا جدا ونقعتها طبعا في محلول خل وملح وليمون ونشفتها كويس جدا جدا. بعد ما قعدتها في التتبيله حوالي ساعه واتاكدت ان الفرخه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده نضيفه وفي منتهى الجمال. بعد كده هجيب سكينه واعمل فيها فتحات من بره ومن جوه طبعا علشان اتاكد ان الفرخه بتاعتي كلها اتتبلت وصلت لها التتبيله زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا التتبيله هي اللي بتطري الفرخه بتاعتي وبتسوي الانسجه بتاعت الفرخه. اول حاجه عندي اجيب بصلايه كبيره احط عليها معلقه كبيره من الملح عشان انزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، وابتدي اصفيها واخد الميه بس كده من البصله. بعد كده انزل ب3 معالق عصير ليمون، وبعد كده معلقه كبيره من الخل، احط عليهم معلقتين كبار من الصويا صوص. عايزه اقول لكم بيفرق جدا في الطعم وفي التتبيله وبيخلي الفراخ بتاعتنا لونها حلو. معلقه كبيره من الصلصه، وابتدي بقى ادوب المكونات دي كلها زي ما انتم شايفين مع بعض. كوبايه من الزبادي او كوبايه من الحليب المتوفر عندك اي حاجه. بعد كده انزل بمعلقه من السكر، معلقه من البابريكا، معلقه صغيره من الثوم البودر، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين كده. وابتدي ادوب المكونات دي كلها بالشكل القمر ده كده لحد ما احس ان الخليط بتاعي كل اللي فيه تجانس بالشكل ده كده. شايفين بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم التتبيله دي ريحتها جميله جدا، ما تفرقش حاجه عن بتاعه الحياتي زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما خلصت التتبيله القمر دي ريحتها بجد في منتهى الجمال، هبتدي انزل التتبيله على الفرخه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اعمل مساج بقى للفرخه بالشكل ده كده عشان اتاكد ان التتبيله كلها دخلت في قلب الفرخه، علشان طبعا الفرخه بتاعتي حجمها كبير زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. افتحي الفرخه بقى بالشكل القمر ده كده وحطي التتبيله تحت الجلد، وتاكدي كده ان الفرخه كلها اتتبلت وفي اللحم زي ما انتم شايفين كده، عشان طبعا الفرخه بتاعتي فيها خل والخل بيساعد جدا على سوى الانسجه بتاعه الفراخ زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. بعد كده هغطيها بورق استريتش زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى التلاجة اقل حاجه ليله كامله. اقول لك كل ما تبيتها في التتبيله دي بيساعد اكتر على سوى الفرخه بتاعتك. اقل حاجه ليله كامله. لو انت مستعجله عليها اكتر تقدري تحطيها من 6 ل 8 ساعات، بس طبعا لما تكون الفرخه مش حجمها بالكبير كده تبقى حوالي فرخه كيلو ونص ولا حاجه، علشان طبعا تتاكدي سوى الفرخه بتاعتك زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين اصلا حتى تحسي ان الفرخه بتاعتنا وهي مش مستويه الصدر بتاعها كده طري كده ودايب من التتبيله بتاعتنا بالشكل القمر ده. بعد كده بقى اجيب الحامل بتاعي ده، سهل جدا جدا ورخيص، بيتباع في اي حته وفي اي مكان هتلاقيه متوفر ومش غالي خالص. هحطه كده في صينيه واحط كده تحتيها ورق فويل علشان طبعا الصينيه بتاعتي ما تتلسعش زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وابتدي بقى اشيل الفرخه بتاعتي القمر دي، احطها كده في قلب الحامل بطريقه سهله جدا. وطبعا الفرخه بتاعتي متكتفه من تحت علشان طبعا ما تتفسخش مني بعد ما تستوي. زي ما انتم شايفين كده حطيت الفرخه على الحامل بطريقه سهله جدا جدا، ما فيش فيها اي صعوبه ولا اي مشكله. الحامل ده متوفر في كل مكان زي ما قلت لكم، وسعره بسيط جدا جدا وعلى قد الايد مش مكلف خالص. بعد ما حطيت الفرخه على الحامل بالطريقه دي كده هبتدي انزل عليها بالتتبيله دي كده زي ما انتم شايفين. طبعا مش هنرميها زي ما انتم شايفين كده بكل سهوله. طبعا الخطوة دي مهمة جدا، بتفرق في ريحة وطعم الفراخ، لان طبعا التتبيلة فيها ليمون وفيها خل ومتبهرة كويس جدا. هبتدي انزل عليهم بحوالي كوباية كبيرة من المية المغلية بالشكل ده كده في الصينية، علشان طبعا مجرد ما الفرخة بتاعتي تخش الفرن وتبتدي تغلي المية دي طبعا هتطلع بخار، البخار ده هيسوي الانسجة بتاعت الفرخة اكتر. وبعد كده هحط فيها شرايح من الليمون زي ما انتم شايفين كده، علشان كل ما المية بتاعتي تغلي في الفرن زي ما انتم شايفين كده وتطلع بخار على الفرخة، هتلاقي ان الفرخه بتاعتك ريحتها بتزيد وتبقى ريحتها في منتهى الجمال وريحتها هتجيب اخر الشارع زي ما انتم شايفين كده. الخطوه دي مهمه جدا وبتفرق. بعد كده هدخلها الفرن على درجه حراره 220، هتقعد لها حوالي حسب حجم الفرخه من ساعه ونص لساعه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. هحطها على الرف اللي في الارضيه حوالي نص ساعه تغلي، وبعد النص ساعه هسيبها حوالي من ساعه لساعه الا ربع كده على نار هاديه جدا جدا تستوي براحتها، ومش هشغلها الشوايه ولا اي حاجه، بل بالعكس الصاج بتاع الفرن مش هفتح الفرن عليها كتير
الصاج بتاع الفرن هيدي الفرخه بتاعتنا لون القمر اللي انتوا شايفينه ده، زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. عشان الفرخه بتاعتي كبيره حوالي 2 كيلو ونص، قعدت معايا حوالي ساعه وربع بالظبط في الفرن، وطلعت في الجمال والحلاوه دي كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ريحتها بجد كانت في منتهى الجمال. وقد ايه خطوه التتبيله ما تحطي فيها شرايح ليمون وتطلع صهد كده بخار على الفرخه، بجد بتخلي ريحتها وطعمها بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. شايفين قد ايه الجناح بيتقطع معايا بكل سهوله، وشايفين قد ايه الفرخه من جوه بيضه والانسجه بتاعتها مستويه وطريه جدا جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله، تحس ان اللحم دايب دوب مش متحمل زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. شايفين التتبيله قد ايه جميله وواصله للصدر كله، تحس انها متبل. شايفين بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. جربوها صدقيني بالطريقه دي ريحتها هتجيب اخر الشارع، وكله هيطلبها منك. حاجه كده في منتهى الجمال. لو انت عندك عزومه هتشرفك بجد على السفره. شايفين بسم الله ما شاء الله، مش قادره اوصف لكم طراوه وذوبان اللحم بجد عامل ازاي، وقد ايه التتبيله واصله للانسجه كلها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، وكل حته في الفرخه متبله زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. وطبعا لو ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.